التغذية كرمال مع بعض نحافظ على حقوقنا. نعم، كتار عالم بياخدوا بس كفكرة أخصائية تغذية إنه أنا إذا بدي أعمل رجيم بدي أخسر وزن بروح عند أخصائية تغذية، إنما دورنا نحن أكبر بكتير من هالشي. دورنا دور توعية ودور كمان إنساني وصحي مع بعضهم، مش بس دور رجيمي اللي هو شيء كتير مهم، إنما ما فينا نحصر بس هالمهنة تبعنا بهذا الدور. مزبوط، نحن عنا كذا دور بنلعبه خاصة مع الأمراض ومع المرأة الحامل أو حيلا مشاكل صحية. أول شيء بيتدخل فيها هو الغذاء وبعدين بنبلش بالدواء إذا فشل الغذاء. مشان هيك دورنا مهم على كذا صعيد، مش بس على قصة إذا واحد بده يضعف ولا واحد بده ينصح. مزبوط. وقد ايه هون مهم إنه الشخص وقت يروح عند أخصائي تغذية وقت يسمع عبر وسائل الإعلام هالمعلومات يعرف شو مصدر هالمعلومات، لأنه كتار بتطلع إشاعات في يمكن رجيمات بيقولوا الخس بتنصح، الملفوفة بتضاعف، في رجيمات بتحكي عن أساليب منا كتير صحية. يعني هون كمان قد ايه مهم إنه كمان نوعي العالم عن صحة المصادر ووين عم بيروحوا هن كمان يفهموا أكتر ويعرفوا أكتر، ودورنا نوعيهم قد ايه مهم إنه كمان يروحوا عند الشخص المزبوط. مزبوط، مشان هيك أنا قلت إنه النقابة تبعنا إلى شقين، واحد العالم وواحد تاني الأخصائي التغذية اللي هو نحن، مشان شوي نعطي ثقة للعالم بأخصائي التغذية تيعرفوا إنه في معلومات رح تكون مزبوطة. مشان هيك حيلا حدا بده يروح يستشير أخصائي التغذية يتأكد أول شيء إنه هي مع إذن مزاولة المهنة اللي هو صادر من وزارة الصحة. هي أساسا قانونيا بحق إلا أنها توصف حيلا شيء وأنها تعطي هالنصايح قبل ما يبلش ويباشر بالرجيم الصحي. 100%. كريستال باشي، انت ضيفة مع برلين اليوم تنحكي عن اول نشاط بتقوم فيه النقابة واللي هو مشروع كيف صحتك. شو بدك تخبرينا عن كيف صحتك؟ كيف صحتك هو أول حدث نحن بنعمله اللي هو توعية صحية وغذائية. رح يكون نهار الأحد بملعب بمجمع فؤاد شاب الرياضي بجونة من 4 ل10. رح نقسم هيدا الحدث ل4 مواضيع اللي هو نحن بنتدخل فيها إجمالا تنعرف العالم نحن وين بيجي دورنا. أولا بالغذاء تبع الأطفال وبالتوعية الغذائية تبع الأطفال. هون قد ايه مهم إنه من هن وصغار الأطفال يكونوا عم يتعودوا على نمط صحي، لأنه كل شيء هو بياخدوه على صغر مثل ما الكل بيعرف، هي عادات بيكتسبوها على صغر، وقد ايه بتنمى معهم هالعادات الجيدة الصحية قد ايه بعدين بنكون عم نأمن إنه عم يضلوا كل حياتهم عم يمشوا على هالنمط الصحي. هدفنا نوعي الأولاد ما يكون لما ينقال بدنا ناكل شوية خضرة أكتر ولا فواكه ما يكون قصاص فرضوا علينا الأهل، بس يكون إنه نحن تعلمنا شو فايدته. يعرف الولد يكون هو مسؤول عن اختياراته، يعرف يعمل اختيار صح مش اختيار خاطئ. وهون هيك عن الحركة يلي بنقوم فيها خلال كل النهار، ما هيك؟ مزبوط. مشان هيك نحن رح نفرجيهم بهيدا النهار انه الرياضة مش يعني انا بدي اتسجل بالجيم، مش يعني انا بدي اوعى الساعة 5 كرمال اركض الصبح، لا، الرياضة بتنعمل بقصص بسيطة، حركات بسيطة جدا بيقدروا يعملوها يومية. والاهم من هي اللي هي الرياضة بتنعمل كعائلة، كشي بيعملوه مع بعض، مش انه انا بدي اترك عائلتي تروح اعمل رياضة. بالعكس بيقدروا يعملوا رياضة كلهم مع بعض، يكونوا عم يتسلوا وعم يتسقفوا بذات الوقت. يعني هون فيها تفوت الحركة خلال كل النهار، خلال الشغل يمكن نطلع اسانسير، ما نكون عم نطلع كثير اسانسير، نطلع دراج، نصف السيارة شوي بعيد، نتمشى بالمول، هيدي الحركة الروتينية. وكمان قد ما فينا نخصص وقت انه نكون نروح عم نمشي، نروح عم نغسل السيارة، يمكن نكون عم نشتغل بجنينة، هيدي الحركة كلها هالإفكار فيزيك مع بعض. نحن بدنا نجرب كمان نقرب فكرة انه مع بعض هالاهل لما بدهم يعملوا شيء هن واولادهم مش بس ياخذون على المطعم كمان نتعشى، فيهم يروحوا يلعبوا مع بعض، فيهم يعملوا اكتيفيتي كعيال كمان مع بعض، يكونوا كمان الاهل مع اولادهم عم يعملوا هالرياضه، مش الاهل بيحضروا تلفزيون وبيقولوا لهم للاولاد يلا روحوا اعملوا رياضه. بقى بيهمهم انه يكونوا مع بعض عم يشتغلوا، الاهل يكونوا مثال اعلى 100%. وهون بلبنان يعني دارجه كثير انه كل مشاريعنا اكل وكل مشاريعنا العالم بتظهر بتاكل وبتأرجيله، يعني هيدا النمط يلي ابدا منه صحي. يعني هو طريقه تفكير منه قصاص، بس انه كرمال توعيه وطريقه تفكير جديده ونمط حياه صحي كله سوا عم يتبعوا. حكينا عن فقره الاولاد، توعيه الاولاد، حكينا عن الرياضه والحركه،
بضل عنا اللي بنسميها ميزور انثروبومتريك والبي ام اي، اللي هو رح ناخذ الوزن وطول كل شخص ورح نعطيهم النصايح اللازمه كرمال وضعهم الصحي. كمان رح نعمل فحص